إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مسلسل فهد البطل الحلقة 12. زوجة غلاب ما بين الرضوخ لزوجها وتصديقه أو فضح سره. وموعد عرض الحلقة. ينتظر عشاق مسلسل فهد البطل الحلقة 1-2 من العمل، بعدما شهدت الحلقة 11 أمس أحداثا عديدة طرحت عدة تساؤلات، منها: هل ترضخ وفاء صفاء الطوخي لرغبة زوجها وتخاف منه أحمد عبد العزيز بعدم قول أي سر لابنها بشأنه والده الحقيقي وأشقائه، وذلك بعدما أرعبها في الحلقة السابقة من العمل، وحينما أراها جثة شرشابي كبير المطاردين سابقا، وأكد لها أنه أخذ بثأره منه بعدما قتل حماد شقيقه زمان وزوجها السابق. فهل ستواصل عدم تصديقه وتصر على إخبار ابنها عمر بالسر التي تخبئه عليه، وهو ما جعل جمهور المسلسل ينتظر عما إذا كان العمل سيسفر عن مصالحة بين الاثنين وتبرير من فهد لموقفه، أم أنه سيصطدم مع إصرار شقيقته على الزواج من ريكو رغما عنه. وكانت شهدت الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل دخول عصام السقا للسجن ببلاغ من طليقته بتهمة خطف ابنها، ثم أخبر الضابط بأنه يرغب في رفع قضية زنا عليها، ومعه شهود بعدما دخل عليها من قبل ووجد رجلا معها لتتنازل بعدها عن ابنها وتطالبه بعدم التعرض لها من جديد. وثم خرج عصام السقا ريكو من السجن وطالب فهد بالزواج من شقيقته، إلا أن فهد صرخ في وجهه ورفض هذا الأمر، حتى دخلت كارولين عزمي راوية وتفاجأت من رفضه وصرخت فيه ليضربها وتنتهي الحلقة. وسيتم عرض الحلقة 12 من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي مساء اليوم الأربعاء على قناة أون في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على أون دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا و34 مساء. وكما تعرض الحلقة 11 من مسلسل فهد البطل على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتشر الرقمية. ومسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي ويقرر الانتقام من الذين ظلموه. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله.